كلمتين على الماشي كده. هو يعني مباريات امبارح دي نكته والله العظيم ما بين الزمالك وبيراميدز. مفيش كوره اتفرجنا عليها خالص. عواد طالع بكوره سخنه يعني مش عارف خارجه من فرن على ايده ولا ايه، فخاف لا يحد لسعد فيسيبها للمهاجم جون، وطلع يقفش في الفراخ في كوره تانية غريبه جدا. عواد اللي بيطلع برجليه وبركبته وبكوعه وبدراعه وبكل حاجه يخش في المهاجم عشان يعرف يمسك الكوره، طلع ولا ناشي. انا مش فاهم ايه ده بصراحه. وفي رعونه في الاداء ودلع ويا لهوي. ايه الاتفاق؟ هل كان في اتفاق بكده؟ الله اعلم، محدش يقدر يكذب. بس هيسجل التاريخ ان الاهلي من 4 مواسم بالظبط كان بيلاعب بيراميدز في اخر مباراه في الدوري، والاهلي كان واخد الدوري، والزمالك كان محتاج ان هو يكسب الفريق اللي قصاده، والاهلي يتعادل او يكسب بيراميدز عشان الزمالك يشارك في افريقيا وبيراميدز يشارك في الكونفدراليه. الاهلي اتطرد منه عمرو السولية في الدقيقه 30، يعني فضل قاعد ساعه بيلعب وهو ناقص لعيب وفي الاخر يتعادل. طب الزمالك هيخش افريقيا كده. الاهلي قال لك وانا مالي، انا بلعب للفانيلا الحمراء لجماهيري، والتاريخ لغايه دلوقتي بيذكر هذه الحادثه زي ما بيقولوا. وبرضه التاريخ مش هينسى الزمالك اللي عمله. في الاول وفي الاخر يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عشان بس لما بقول لك ان جمهور الزمالك بيفرح لخساره الاهلي اكتر ما بيفرح لفريقه. تخيلوا انت لما يكون الفريق او الجمهور مبارح جمهور الاهلي عادي بيتفرج، لو كان الزمالك كسب كان بيتمنى طبعا الزمالك يتعادل او يكسب عشان يسهل الدنيا اكتر والدوري يتحسم بدري، لكن مش فارقه.